هنعمل النهاردة مع بعض الناجتس بطريقة صحية وسهلة جدا وبسيطة، وممكن اي حد يعملها في البيت. احلى كتير من الجاهزة، حاجة انت ضمناها وعاملاها قدام عينيكي. خلينا نشوف المقادير ايه. انا هنا عملت نص كيلو من البانيه. جبت البانيه من عند الراجل وفرمته في البيت. احلى حته تاخديها الحته اللي هي الفيليتو اللي بتبقى في الصدر بتاع الفرخه. لو قدرتي تجيبي من عند الراجل منها، هاتي منها نص كيلو، كيلو، المقدار اللي انت هتعمليه. انا عملت نص كيلو الاول، قلت اجربه. حطيت عليه معلقه ملح، فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، وهبتدي ان انا اخلطهم كويس جدا مع بعض لحد ما يتكونوا معايا العجينه، زي العجينه كده بالظبط. لو لزقت معاكي ممكن تحطي رشة زيت صغيرة قوي عشان تقدري ان انت تفرديها. اول ما تتكون معاكي هتريحيها شوية كده وتحضري الحاجة اللي انت هتقطعيها بيها. حابة ان انت تقطعيها قطع صغيرة بايدك، شكليها عادي جدا. انا حبيت اعملها في الصينية دي عشان اخد السمك بتاعها. عملتها كده زي قطعة مربعة، ودي اسهل طريقة بصراحة. وهبتدي ان انا اشكلها مربعات نفس الحجم. هتبقى شكل الناجتس بالظبط اللي احنا بنشتريه جاهز من بره. عايزه تعمليها مدوره بايدك براحتك خالص. هبتدي ان انا اقطعها واحطها في الفريزر نص ساعه عشان اقدر ان انا احط فيها الطبقات الخارجيه. اول ما اخلص واحطها في الفريزر، اول ما تطلع هبتدي ان انا افككها من بعض. هتكون سهله جدا عليا، لانه وهي طريه مش تقدري ان انت تطلعيها كده بسهوله يعني، فلازم تحطيها في الفريزر نص ساعه. هنا اول ما طلعت معايا على طول فككتها كلها، وبعد كده جبت كوبايه دقيق وكوبايه بقسماط وحطيتهم، بس كل حاجه لوحدها. وحطيت كوبايه حليب. كوبايه الحليب دي انت ممكن تحطي عليها بيضه، بس انا ما بحبش البيض فشلت البيضه خالص من الحليب. بس عادي لو عايزه تحطي بيضه حطي بيضه ومعاها فلفل اسود. هبتدي ان انا اول حاجه هعملها ان انا احط قطعه الدجاج في الدقيق. هديها طبقه خارجيه صغيره قوي مش كتيره، وبعد كده هنزل بيها في الحليب وبعد كده البقسماط. همشي بقيه الخطوات كلها كده. دقيق الاول وبعد كده البيض سوري اللبن، وبعد كده هنزل بالبقسماط لحد ما تخلصي الكميه كلها. وانتي بترصي الناجتس رصيها على طبق او علبة، وحطي بينهم فواصل عشان ما يلزقوش لحد بس ما يتجمدوا في الفريزر تاني. وبعد كده ممكن تحطيهم في اكياس عادي جدا لمدة شهر في الفريزر معاكي الناجتس. بس اهم حاجة وانتي بتحطيه وهو لسه طري كده لازم يكون في بينه فواصل. هاتي كيس عادي، كيس اللي هو بتاع المطبخ، واقطعيه وحطي بين الناجتس طبقة او طبقة، تحطي بينهم الفواصل. اول ما يجمد براحتك بقى حطيه في اكياس، تجزئي كل 5 قطع، كل 6 قطع، كل 10 قطع مع بعض. انا هنا كنت خلصت الكمية كلها، وهبتدي ان انا اشيله في الفريزر تاني. هعمل الغدا حبة وهشيل الباقي في الفريزر. النص كيلو الفراخ او البانيه عمل لي 20 قطعة. انا هنا حطيت الطاسة على النار. انا جربته في الطاسة مقلي وجربته في الاير فراير مشوي او في الفرن. الاتنين كان نتيجتهم حلوة جدا، وحتى المشوي كان طالع مقرمش ما كانش طري. فجربوه بالطريقة دي وبالطريقة دي. وطبعا بالنسبة للناس احسن ان هي تاكل الحاجات مشوية. بجد طعمه حلو قوي ونضيف. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله يعجبكم، واشوفكم تاني في فيديو قريب، وباي باي.